مرحبا بالجميع، روهيت شينت هنا. إلى أي مدى يمكننا أن ننظر عن كثب إلى شيء ما، ومقدار التفاصيل التي يمكننا رؤيتها؟ تعرف باسم عدسة القناص، ومظهرها الفريد هو مقدمة لوظيفتها الفريدة. نحن لا نستخدمها في كثير من الأحيان في صورنا، فهي ذات مجالات استخدام ضيقة للغاية، نظرا لأن قيم طول البؤري عالية جدا في لقطات الماكرو، فإنها تحتاج إلى الكثير من مصادر الضوء، حتى أن هناك حلقة LED أمام العدسة. إنها تسمح لنا بالذهاب إلى مناطق لا يمكن دخولها عادة، وتصوير من زوايا مختلفة، مثل تصوير سمك السلمون النرويجي من الداخل، أو تصوير جيب بنطلون يوجد فيه حبيبات من الرمل، أو التصوير داخل سترة، أو ورق لعب، أو مكنسة كهربائية لم يتم تنظيفها منذ فترة. اليوم لن نستخدم هذه العدسة فحسب، بل لدينا عدسة ماكرو أخرى تتيح لنا إلقاء نظرة فاحصة. علاوة على ذلك، كاميرا مجهرية تكبر الأشياء 1000 مرة. هيا لنبدأ العرض. هذه الورقة تبدو صفراء بالنسبة لي في هذه الغرفة، ولكنها في الواقع لا تبدو صفراء بالنسبة لك. يمكن للشاشة التي تشاهدها في هذا الفيديو أن تعرض فقط أضواء حمراء وزرقاء وخضراء، ولا تعرض الضوء الأصفر أبدا. لا توجد طريقة لإنتاج طيف اللون الأصفر على الشاشات، بينما أرى ضوءا أصفرا حقيقيا في هذه الغرفة، إلا أنك ترى ضوءا مزيفا، نظرا لأن الطول الموجي للضوء الأصفر يقع في مكان ما بين الأحمر والأخضر، فكان ما يتعين على الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك القيام به هو إرسال القليل من الضوء الأحمر والأخضر إلى الشاشة. إذا نظرت إلى شاشتك من مسافة 180 جزءا من المتر، فهذه هي الكيفية التي تراها بها. الآن إذا نظرت إلى الشاشة من خلال التحديق الكافي، أو إذا قمت بزيادة الضبابية قليلا، فيمكنني خداع شبكية العين مرة أخرى، وسترى اللون الأصفر. نظرا لأن أعيننا لا تستطيع رؤية ما يكفي من التفاصيل، فإننا نرى وحدات البكسل الصغيرة ذات اللون الأحمر والأخضر باللون الأصفر. ربما أنت لم تكن تعلم أن الأوراق النقدية تحتوي على بعض الحديد فيها، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة. والآن لدينا خلاطا، وسنحاول فصل الحديد عن الأوراق المالية. عندما أقوم بتقريب المغناطيس، فإن الأوراق المالية تنجذب وتتحلل الأجزاء الحديدية الموجودة فيها. هناك العديد من الأدلة لفهم ما إذا كان الدولار حقيقيا أم مزيفا. إذا فركنا بإصبعنا على جورج واشنطن، فيمكننا سماع صوت، نشعر بقوام أكثر سمكا. أيضا لدي ورق عادي، وعندما أرسم خطا عليه أرى الطلاء هنا لا ينتشر بالتساوي، بداية السطر أكثر كثافة من وسطه وآخره. عندما أفعل الشيء نفسه على الورقة النقدية ينتشر طلاء بالتساوي. عند تقريب الصورة على الدولار نرى الخطوط الموجودة عليه ليست حادة تماما، والحبر مبعثر، 75% قطن و25% كتان. يقول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن متوسط عمر ورقة الدولار الواحدة المستخدمة 6.5 سنوات بسبب التآكل والتمزق. دعونا نلقي نظرة فاحصة على إحدى أقلام الماركر. بما أننا ذكرناها، يمكن رؤية الحبر الأخضر على طرف قلم الماركر على مقياس ماكرو. تحتوي الأقلام في الواقع على كرة في رأس السن، وعندما يلمس القلم الورقة تحتك الكرة الموجودة بداخلها بالحبر، وتخط على الورقة أثناء تحركها. تختلف العناصر اليومية اختلافا كبيرا عما كان يعتقد على نطاق واسع. وعن قرب نرى بالخبز ما يشبه الفوهات، ولكن ماذا لو تعفن الخبز؟ في بعض الأحيان يتم نزع الأجزاء الخضراء من الخبز المتعفن، وتوكل الأجزاء ذات المظهر النظيف. ولكن على الرغم من كونها خضراء جزئيا، إلا أن كل جزء من هذه الخبز متعفن، ولا يوجد جزءا نظيفا منه. العفن هو نوع من الفطريات، وينتشر بسرعة في كل جزء من الخبز. يمكنك التفكير في البنية الفطرية الخيطية الطويلة المتفرعة التي تسمى خيوط، والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة على أنها شبكات من العفن. على الرغم من أننا لا نستطيع الرؤية بالعين المجردة، فإن انتشار جراثيم فطريات العفن في كيس الخبز بالكامل لا يستغرق سوى بضع ساعات فقط. هذا كيس شاي بنكهة ثمر الورد، ويذوب في الماء المغلي.
هذه ثمرة فراولة عليها عشرات النقاط الصفراء وهي بذورها، وسوف تعطي الحياة لمحاصيل جديدة من خلال الإنبات. نسيج عنكبوت نسج حديثا، وهذه خنفساء ذات مخالب حادة عالقة في شباك لاصقة وتعرف باسم الخنفساء السوداء. لقد بدأت بالتحرك عندما أخرجناها من الشبكة، ولكن نظرا لأنها تحب الأماكن المظلمة فإنها تكره أضواء الاستوديو. وهذه هي الدعسوقة. ربما لا يعرف معظم الناس كيف تبدو أجنحتها المخيفة تحت أصدافها اللامعة. هذا دبور هامد، لو كان حيا لكنا سمعنا طنين الأجنحة التي ترفرف 230 مرة في الثانية. يمكننا رؤية شعره ورموشه وشاربه. النحل له عيون مركبة. العيون المركبة عبارة عن هيكل يشبه قرص العسل يتكون من آلاف العيون. نحن نعلم أنها أنثى من خلال إبرتها. الإناث فقط لديها إبرة. عادة ما تموت تلك الحشرات التي تسمى نحل العسل بعد لدغها لكائنات مثل البشر، لأن جلود الثدييات أكثر سمكا ومتعددة الطبقات من اللافقاريات كالحشرات. على الرغم من أن النحلة تحاول سحب إبرتها إلا أنها لا تنجح، ونتيجة لقيام نحلة العسل بإجبار نفسها على سحب الإبرة من جلد الإنسان فإن أعضائها الداخلية تسحب مع الشد وتموت. نحن في الفصل الأخير. لدي كاميرا مجهرية هنا، سنقوم بالتقريب بها 1000 مرة على الأشياء. لنبدأ بالتقريب 50 مرة أولا. يمكنك رؤية الأنماط على البنطلون، وسأقوم بالتقريب من 50 إلى 1000 مرة الآن. يمكنك رؤية الأنماط بشكل منفصل بأحجام هائلة. في الواقع تبدو البناطيل هكذا. بعد التقريب على سترة ب50 مرة، الآن سأقوم بالتقريب 20 مرة إضافية، والآن قمت بالتقريب ل1000 مرة. السترة تشبه كرة الشعر، وهذه تيشيرت معظمها مصنوعة من القطن. لنلقي نظرة على راحة يدي ونقوم بالتقريب 50 مرة. يمكنك رؤية كل تفاصيل. دعونا نقرب 20 مرة. سأغسل يدي الآن لمدة 20 ثانية ونرى إذا كانت الأوساخ ستزول. ها هي راحة يدي بعد غسلها. نفس الأوساخ لا تزال موجودة. شيء لا يصدق. نحن نحمل أوساخا غير مرئية في كل مكان في جسمنا. لنلقي نظرة على شعري. سأبدأ بالتقريب 50 مرة. خصلات الشعر مثل الكابلات، والشعر يشبه كومة من الأسلاك. دعونا نقرب الكاميرا على اللحية. إنه أمر مثير للاهتمام. إنها تماما مثل الشعر. دعونا نلقي نظرة على لحية عمرها 3 أيام. يمكنك أن ترى الحواف الحادة، وقد تبدو أكثر نعومة إذا كانت أقدم. سأحلق ناعما الآن. هل يمكننا رؤية أي شيء بعد الحلاقة الناعمة؟ أعتقد أنني تخلصت من حواف الشعر نهائيا، ولكن بما أن التقريب دقيقا جدا فسأقوم بالحلاقة مرة أخرى، وتبدو الحواف أكثر حدة الآن. وهذه هي اللحظة التي تتكون فيها قطرة عرق في يدي أثناء التصوير الطويل. الإبر والمحاقن هي مخاوف معظم الناس. هذه هي اللحظة التي تدخل فيها حقنة إلى جسدي. نظرنا إلى معظم الأشياء التي نستخدمها في الحياة اليومية من زوايا مختلفة. كان عالم القياس بالماكرو عالما مختلفا. وصلنا إلى نهاية تجربتنا الشخصية، وسنواصل الارتقاء إلى آفاق جديدة من خلال مقاطع الفيديو والأفلام الوثائقية التي نصورها في اليابان أو باكستان أو ياقوتيا أو بوريندي. أراكم في المرة القادمة. كان روهيت شينت هنا.